وكان الذي حاز بهم إلى عبادة الأصنام والأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاع إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرام تعظيما للحرام وصباغة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة يمينا منهم وسباغ بالحرام وحبا له. وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل. ثم أدى بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل، غيروه فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم وانتجتوا أي استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما بقي فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتناسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمر، مع إدخالهم فيه ما ليس منه. عبادة الأصنام والأوثان. الصنم ينحت من خشب ويصاغ من فضة ونحاس، والجمع أصنام. وقيل هو من كان له جسم وصورة، فإن لم يكن له جسم وصورة فهو وثن. وقال ابن الأثير: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض ومن الخشب والحجارة كصور الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنام الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة. الوثنية ببلاد العرب ترجع إلى عهد بعيد جدا. قيل إن إسماعيل بن إبراهيم لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثيرة حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العمالقة، ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعدوان، وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد لا التماس المعاش. كتاب الأصنام لأبي المنذر هاشم. وكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائب ووصل الوصيل وبحر البحير وحمى الحماية عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارث بن عمرو بن عامر الأزدي، وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارثة. وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة، فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهما ببني إسماعيل فظهر بهم وأجلهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت بعدهم. ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمى. الحمى ماء حار يستشفى بها، إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أين يعطوه منها، ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. قيل إنهم أعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فوضعه عند الكعبة، فكان أول صنم وضع بمكة.